الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله انكم تكونوا طيبين يا رب. معاكم تالا صفوان وقصة جديدة، لكن قبل ما نبدأ بمقطعنا لليوم او بقصة اليوم، وكما عودناكم لا تنسوا انكم تصلوا على نبينا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اسمعوا بقول لكم شيء، انا كنت مجهزة اليوم قصة مضحكة، طيب على اساس اني اغير لكم جو بعد يعني قصة بيان، لانه حرفيا كلنا تعبنا معاها. لكن جتني واحدة قالت لي تالا الحقيني، أنا في مصيبة ومو معي أحد بالسلام، أنا في مصيبة مع بويا. فأنا يا جماعة اضطريت إني أخلي القصة المضحكة على جنب شوية وأقولها لكم بعدين. وضروري اليوم إني أقول لكم قصة هذه البنت واللي اسمها مروة مع البويا. أولا لأنه اللي جالس يصير معاها مو سهل أبدا أبدا أبدا، وثانيا واللي هو الأهم لأنها محتاجة منكم نصايح وحلول واقتراحات للي جالس يصير معاها حاليا. يعني بما إنكم ساعدتوا بيان وكنتوا سبب كبير بعد الله في إنه مشكلتها تنحل، ساعدوها حرام مسكينة. واللي يقول يا ليل خلاص انت كل قصصك صارت بويات، طب يا اخي ايش اسوي يعني؟ ترى مو ذنبي، هذا ذنب البويات اللي ما خلوا بنت في حالها الا وتعرضوا لها وشاكسوها ويعني كرهوها بالعيشه اللي هي فيها. وانا بصراحه بيني وبينكم ما اقدر اني اشوف بنت تعاني، وخاصه لو انها كانت تعاني من بويا، وما اقول معاناتها لانه انا شخصيا كنت اعاني من البويات يعني في مرحله دراسيه من مراحل حياتي، فعارفه هذا الشعور ومجربته. انك انت لما تتهاوشي مع بويا او لما تتقصدك بويا فراح تكرهك بالمدرسه وباليوم اللي انت ولدتي فيه. وبس والله بعد ما قلت لكم قصه حياتي كامله في المقدمه زي ما اسوي دائما في كل مقطع، خلينا ندخل باحداث وتفاصيل قصتنا لليوم على طول. صاحبة قصتنا لليوم اسمها مروة. مروة تقول أنا بعطيكم نبذة بسيطة عن نفسي. أنا إنسانة جميلة شكليا، وما أقول هذا الشيء من باب التكبر أو من باب المدح بنفسي، لا أنا من جد جميلة. شعري كان طويل، ملامحي كانت طفولية، ملامحي بشكل عام أساسا هادية ومريحة، ممكن أي أحد يطالع فيني ما يشيل عيونه من علي لمدة ساعة كاملة. وعندي صديقتي هذه اسمها يارا، ويارا هذه معايا من أولى ابتدائي، حرفيا من أولى ابتدائي إلين حاليا، وأنا وهي مع بعض. كل شيء نسويه لازم نسويه مع بعض، لدرجة انه في كثير من المعلمات والطلاب والاداريات كانوا يحسبونا اخوات. المهم لما كنت انا في مرحلة المتوسطة، في بويا من البويات واللي تحديدا اسمها زينب كانت غثيثة بشكل لا يطاق، وكانت تكرهني بدون سبب. ولما اقول لكم بدون سبب يعني حرفيا بدون سبب، ما كان في اي موقف يجمعني انا وهي، فما ادري ليش كانت تكرهني. كانت تتعمد كل ما تشوفني يا اما انها تسبني، يا اما انها تقذفني، يا اما انها تدفني، يا اما انها تضربني، اهم شيء انها ما تسيبني في حالي. وطبعا انا ما كنت اسكت لها ابدا، لانه في صفة انا ويارا نختلف فيها، انه يارا انسانة هادية لكن انا انسانة ما تسكت ابدا لاي احد يدعس لها على طرف. فكانت زينب على كثر ما انه البنات كلهم اللي في المرحلة المتوسطة يخافوا منها، الا اني انا كنت كل ما تسوي لي شيء ارد لها هو الصعصعين. الزبدة انه زينب هذه ما تركتني من اولى متوسط الين ثالث متوسط، حرفيا 3 سنوات وانا وهي مقضيينها مناقرة. من بين المواقف اللي سوتها معايا زينب علشان تتأكدوا انه هذه الآدمية تكرهني بدون سبب حتى لو انا ما سويت لها شيء، بيوم من الايام في مرحلة المتوسطة وتحديدا لما انا كنت في ثالث متوسط، كنا انا وصديقتي يارا نتمشى في الساحة في امان الله، لانه هذاك الوقت كان وقت الفسحة. بعد ما انتهت الفسحة رحت انا ويارا للحمامات على اساس انه انا كنت ابغى اعدل شعري، لانه زي ما قلت لكم شعري كان جدا طويل ومن اقل درجة حرارة على طول ينعدل. فرحت للحمامات على اساس اني اعدله بعد ما اشعة الشمس لعبت فيه لعب وخلته زي شمس الشموسة. المهم اول ما لمحتني زينب وشافت اني انا دخلت للحمامات لحقتني فورا هي وكل بنات شلتها، لكن بنات شلتها ما كانوا يسووا لي شيء للامانة يعني، ومسكتني من شوشتي وبعد كذا دفتني على الارض وقامت تتهاوش معايا. وطبعا انا زي ما قلت لكم ما سكت لها ابدا، كل ما كانت تضربني ضربة ارد لها الضربة هذه 100 ضربة، الين ما بنات شلتها بنفسهم فكونا من بعض. وهذا موقف واحد بس من بين عشرات المواقف اللي كانت تسويها معايا واللي كانت كلها بدون سبب. المهم اني اضطريت اتحمل زينب وحركاتها الغثيثة لمدة 3 سنوات، واللي هي المدة اللي انا كنت ادرس فيها بالمرحلة المتوسطة. ولما خلاص اتخرجنا كلنا انا شخصيا انبسطت، لاني صح اني ما كنت اخلي زينب ابدا تتمادى معايا وكل ما سوت لي شيء ارد لها هو فورا، لكن الموضوع
الموضوع كان متعب نفسيا، موضوع انه وحدة تتقصدك وكل ما شافتك تحاول انها تفتعل مشكلة معاكي، كان شيء مزعج، وخاصة انه ما دام ليوم او يومين او شهر او شهرين، لا دام لمدة 3 سنوات. بعد ما تخرجنا وبدأنا سنة جديدة واللي هي سنة أولى ثانوي، طبعا في المرحلة الثانوية أنا ويارا كنا مع بعض مو بس بنفس المدرسة، بنفس الفصل كمان. يعني من أول ما دخلنا للمدرسة فورا رحنا للمرشدة الطلابية وطلبنا منها إنه أنا ويارا نكون بنفس الفصل، والحمد لله بدون ما نقول لها طلعنا أنا ويارا بنفس الفصل. لكن الشيء اللي يصدم إنه مو بس أنا ويارا اللي كنا بنفس الفصل، لا، مين تتوقعوا اللي كانت معانا وبفصلنا؟ أيوة اللي ببالكم، كانت معانا بنفس الفصل زينب. رح أشرح لكم الترتيب اللي كان بالفصل، وين أنا كنت قاعدة وين يارا كانت قاعدة وين زينب كانت قاعدة. أنا كنت قاعدة بالنص وقدامي فورا يارا وورايا كانت زينب، يعني مكانها كان جدا استراتيجي ومناسب بحيث إنها تقدر تضايقني وبأي لحظة، وهذا الشيء اللي ما كان مخليني أرتاح أبدا ولا أطمن. يعني أنا وهي أول لما كنا في المتوسط ما كنا بنفس الفصل وكانت مكرهتني بعيشتي، كيف الحين وهي معايا بنفس الفصل؟ لا، مو بس كذا ورايا كمان، كان جدا موضوع مزعج ومؤرقني بشكل مو طبيعي. المهم مر أول يوم على خير، وبعد كذا مر اليوم الثاني واليوم الثالث، ومر أسبوع كامل وزينب ما تعرضت لي أبدا. أنا هنا استغربت جدا كمان، لكن قلت بيني وبين نفسي لعل الله هداها أخيرا والبنت عقلت. في الأسبوع الثاني من الدوام زينب بدأت تسوي معايا حركات جدا غريبة كمان. يعني أنا أكون مركزة في الحصة ومع الأستاذة والشرح، فجأة وبدون أي سابق انذار أشوف زينب جالسة تلحمس على شعري. اللي ما يعرف إيش يعني تلحمس، يعني تسوي زي كذا، فهمتوا؟ اللي تمسك شعري بطريقة جدا رقيقة. سوت هذه الحركة معايا مرة وسكت لها، سوتها معايا مرة ثانية وسكت لها، في المرة الثالثة لفيت عليها وقلت لها أقول شيلي يدك لا أكسرها ليكي، فاهمة ولا لا؟ لما قلت لها كذا ما ردت علي أبدا، واكتفت إنها تطالع فيني وتحديدا بعيوني بدون ما تقول أي كلمة. أنا هنا استغربت جدا كمان، لأنه بالعادة أنا وهي دائما نتناقر على أقل شيء، فكيف هذه المرة أنا أهددها وبهذا الأسلوب وما ترد علي أبدا؟ والشيء اللي خلاني أستغرب زيادة نظراتها، لأنها دائما كانت تناظر فيني نظرات مليانة حقد ونظرات كلها شر، لكن هذه المرة كانت تناظر فيني نظرات خقة من الأخير، يعني اللي نظرات حب. أنا شفت الطريقة اللي تناظرني فيها زينب واستغربت، قلت بيني وبين نفسي إيش عندها ذي؟ إيش هذه النظرات حبيبتها أنا وأنا ما أدري؟ بعد كذا لفيت وجهي وحاولت قد ما أقدر إني أنسى أو أتناسب معنى أصح المنظر اللي شفته قبل شوية، لأنه نظراتها كانت جدا محيرة بالنسبة لي. لكن بعد هذا الموقف بدأت تصير مواقف جدا غريبة تجمعني أنا وزينب، أو بمعنى أصح تصرفات زينب صارت جدا غريبة وغير منطقية تجاهي وبالنسبة لي. يعني رح أعطيكم بعض الأمثلة البسيطة. مستحيل أمشي بأي مكان في المدرسة بدون ما أشوفها، يا قدامي يا ورايا يا على يميني يا على يساري، المهم إني صرت أشوفها بأي مكان أروح له. وصارت زينب إذا شافتني أسولف مع أي أحد، وعلى وجه الخصوص يارا، تحاول قد ما تقدر إنها تشغلني عنها، زي إنها تيجي وتسألني عن الاختبار اللي رح نختبره لسه بعد شهر، أو تيجي تسألني عن الواجبات، أو عن سؤال هي ما حلته بالحصة وإحنا كلنا عارفين وزينب أولنا إنه هي ما لها بالدراسة من الأساس. وطبعا هي لما كانت تسوي هذه التصرفات معايا أنا كنت أزبد لها، وما كنت أعطيها أبدا أي فرصة أو مجال إنها تتمادى معايا، أو إنها بالمعنى الصريح تفك الميانة. يعني كنت أقول لها خير اشتبان من بين كل بنات الفصل ما لقيتي إلا مروة تسأليها؟ أقول دزي بس ترى ما نسيتي اللي انتي سويتيه معايا بالمتوسط، 3 سنوات، هذه مو مجرد كلمة تنقال والسلام، لا تراك سويتي معايا مواقف كثير يا زينب، وكل واحد فيهم أخس من الثاني. لكن زينب كانت تتجاهل عتاباتي المتكررة لها وتتمادى أكثر وأكثر بتصرفاتها. بعد كذا ما صارت تكتفي إذا شافتني أسولف مع أي وحدة بإنها تيجي وتسألني بعض الأسئلة في محاولة منها لإنها تشتت انتباهي، لا صارت بكل عين وقحة تاخذ كرسيها وبعد كذا تحطه بالنص بيني وبين البنت اللي أنا أسولف معاها وتقط بيننا. أنا لما شفتها تسوي هذه الحركات قلت لعل وعسى إنه البنت أنبها ضميرها على كل الأشياء اللي هي سوتها معايا وعلى كل المواقف البايخة اللي حطتني فيها، وتحاول إنها تحسن علاقتها معايا. فليش ما أعطيها فرصة؟ خاصة إنه البنت ما حكذب عليكم صارت لطيفة معايا وجدا كمان، وصرت كل ما أزبد لها كل ما البنت تزيد لطافتها. وفعلا صار أسلوب
أسلوبي معاها حتى أنا كويس إلين ما جاء هذاك اليوم. بيوم من الأيام وتحديدا بحصة الإنجليزي، طبعا أستاذة الإنجليزي هذه واللي تدرسنا مادة الإنجليزي لها بقلبي معزة ومعزة جدا كبيرة كمان، وهي برضو نفس الشيء. أتوقع أني أنا الوحيدة من بين الطالبات اللي كانت تفضلني عليهم كلهم، وتصرفاتها كانت تثبت هذا الشيء. يعني مثلا إذا في يوم من الأيام اضطريت أني أغيب عن اختبار كانت تختبرني، مع أنه هي ما عندها هذا الشيء، اللي يغيب عن الاختبار ياخذ 0. لكن مروة كانت استثناء، وكانت تساعدني بحل الواجبات وحل بعض أسئلة الاختبارات، وكانت يعني تعاملني بأسلوب جدا لطيف لدرجة أنه كل طالبات الفصل لاحظوا هذا الشيء. وإذا حتسألوني ليش، فأنا الصراحة ما أعرف، لكن بسبب تصرفاتها هذه معايا أنا صرت أحبها وأحب مادتها وجدا كمان. وزينب كانت ملاحظة هذا الشيء وما كان عاجبها أبدا الوضع اللي صاير. فبيوم من الأيام أستاذة الإنجليزي بعد ما خلصت حصتها ناظرت فيني، وبعد كذا قالت يا بنات محتاجة واحدة تساعدني بإني أشيل الأشياء اللي هي حقتي يعني، وأرجعها لغرفة المعلمات، اللي هي البروجيكتور، الكتب، الأقلام، الممسحة، ومن هذه الأشياء يعني. المهم أنا فورا أول ما سمعتها تقول كذا سبت الكتاب حقي وسبت القلم ورفعت يدي وقلت لها يا بلي أنا بساعدك، أنا ناظرت فيني وقالت لي طيب ما حقول لا والله، يلا أنا بشيل نص الأشياء وإنتي شيل النص الثاني. وفعلا شالت نص الأغراض وطلعت من الفصل، وشلت أنا النص الثاني، وجيت أبغى أطلع إلا جت بوجهي زينب مسكت الأغراض من يدي وقالت لي أقول لك سيبي الأغراض أنا اللي بروح أوديها، ومرة ثانية لا عاد أشوفك تودي أغراض أي معلمة، فاهمة ولا لا؟ قلت لها نعم حبيبتي، أنت على أي أساس تتكلمي معايا بهذه الصيغة؟ وغير كل هذا أنا قمت بكامل إرادتي علشان أودي الأغراض، يعني أنا أبغى هذا الشيء، بأي حق أنت تمنعيني؟ وأنا بنص حواري مع زينب فجأة بدأت تشد الأغراض وقالت لي اسمعي، أقسم بالله العظيم لو ما تركتيهم الحين راح أطيحهم بالأرض، وترى في حاجات من بين الأشياء اللي أنت ماسكتها الأستاذة الإنجليزي لو طاحت راح تنكسر، وأنت عارفة لو انكسرت أستاذة الإنجليزي قد إيش راح تزعلوا منك، فسيبي الأغراض وخليني أروح أنا أوديها وارجعي أنت لمكانك وأنت ساكتة. أنا لما شفتها جادة بهذه الطريقة، ورغم إني ما أعرف ليش سوت هذا الشيء، اضطريت على مضض وبكراهية إني أترك لها الأغراض علشان هي توديها. وفعلا تركت الأغراض ومسكتهم زينب، وبعد كذا فورا لحقت أستاذة الإنجليزي لغرفة المعلمات، وبالمقابل أنا رجعت لمكاني ووجهي أحمر من الغضب وعيوني فيها نار وشرار. يارا فورا بعد ما شافتني جلست لفت علي، لأنها زيها زي باقي كل طالبات الفصل شافت الموقف اللي صار بيني وبين زينب قبل شوية، وقالت لي شو وضعها ذي؟ إيش التصرفات الغريبة اللي صارت تسويها معاكي آخر فترة؟ قلت لها أنا إيش دراني؟ بعدين إيش اللي آخر فترة؟ البنت لها 3 سنوات وهي تغثني ومكرهتني بحياتي، محسستني إنه تصرفاتها الكريهة هذه معايا ما صارت إلا قبل كم يوم. قامت يارا قالت لي ما تحسي إنه تصرفاتها أوكي صح كريهة، بس اللي فيها شوية لطافة، يعني أحس إنه مقصدها من هذه التصرفات مو إنها تضايقك، لا مقصدها من هذه التصرفات شيء ثاني، بس أنا للحين ماني قادر أعرف إيش هو. أنا ناظرت بيارا بنص عين وقلت لها يارا بالله بدون هرج وكلام زايد، البنت واضح مقصدها من هذه التصرفات، واللي هي إنها تخليني أكرهها أكثر من كرهي لها أول. هي كذا إنسانة تتلذذ إذا شافت مروة معصبة، ما في أي سبب ثاني غير السبب اللي أنا جالسة أقول لك عليه الحين. المهم يارا شافتني معصبة وأكلمها بأسلوب كله حدة، فما ردت علي أبدا، رغم إنه كان واضح من شكلها إنها مو مقتنعة أبدا بكلامي، وإنه الفكرة اللي قالتها لي قبل شوية لسه تدور ببالها، ولفت وجهها في انتظار إنه أحد المعلمات تدخل علينا. الزبدة جلست كاتمة هذا الموقف بقلبي إلين ما جت الصرفة وكل واحدة فينا رجعت لبيتها. بعد ما رجعت للبيت فتحت السناب وفورا كلمت يارا وقلت لها يارا اسمعي، من الأخير من بكرة أبغى أنا وإنتي نبدل أماكننا، إذا ما بدلتي مكانك معايا أقسم بالله العظيم ما عاد أداوم أبدا، ماني طايقة أتحمل أداوم وزينب ورايا، ماني طايقة هذه الآدمية بكبرها، خلاص صرت أكرهها وأتقزز منها ومن طاريها. قامت يارا قالت لي تمام مو مشكلة، ما عندي أي مانع أبدا، بس أهم شيء لا تسحبي لأنه ما عندي إلا أنتي بس اللي أمشي معاها في المدرسة. وفعلا جاء اليوم الثاني وبدلنا أنا ويارا أماكننا، وأنا هنا ارتحت مرة كمان، وكنت أستنى زينب تيجي علشان أشوف إيش حتسوي. أول ما جت زينب ودخلت للفصل وشافت إنه أنا ويارا مبدلين أماكننا طالعت فيني وبصدمة، وفجأة قربت مني ومسكت يدي وقالت أنت سويتي كذا علشان تقهريني صح؟ بعدت يدي منها وقلت لها نعم حبيبتي خير،
اقهرك ليش دخلك انت اساسا؟ هذا مكاني انا، ابدله مع اي وحده انا ابغاها، انت ايش دخلك بالموقف هذا بكبره؟ اي شيء فيه انا تحبي انك تحشري نفسك فيه؟ بعدين اذا كان الشيء اللي انا سويته وهو اني انا بدلت مكاني انا ويارا يضايقك، فهذا شيء راجع لك انت حبيبتي، انا ايش دخلني فيكي وبضيقتك؟ ناظرت فيني زينب وقالت تمام طيب يا مروة، وبعد كذا رجعت لمكانها. وطوال هذاك اليوم كنت بأي حصة من الحصص إذا لفيت على يارا على أساس إني أبغى أخذ منها شيء أو أبغى أسألها عن شيء، أشوف وراها زينب تناظرني بنظرات كلها حقد وكره وانتقام. أنا هنا خفت، ما أخفيكم إني خفت جدا كمان، لأنه هذه النظرات ما شفتها إلا من قبل سنة، يعني لما كنت ثالث متوسط، وتوها ترجع الحين. وطبعا يارا بما إنها كانت بالنص بيني وبين زينب فكانت منتبهة للموقف هذا كله والنظرات زينب لي. بعد كذا وتحديدا بالفسحة مشينا أنا ويارا مع بعض، وبعد كذا قلت لها شفتي اللي أنا شفته اليوم؟ شفتي نظرات زينب لي بالحصص كيف كانت مليانة حقد وكره وانتقام؟ قالت لي اسمعي أنت مو تبغي الفكة من زينب؟ قلت لها إيوه تكفين، ليه عندك خطة؟ قالت لي أفا عليك بس أنا أم الخطط، بس الخطة هذه لازم نسويها اليوم وتحديدا بالحصة قبل الأخيرة. قلت لها أبد ازهلي، أي شيء تبغيني أسويه أنا راح أسويه. قالت لي شوفي كل اللي أبغاكي تسويه هو إنه بالحصة قبل الأخيرة أنا راح أروح للحمامات، وبعد كذا بشوية أنت تلحقيني، وقبل ما تلحقيني أبغاكي تناظري بزينب إلين ما تنتبه لك، بعد ما تنتبه لك أنت قومي واستأذني للمعلمة والحقيني للحمامات. قلت لها وليش أسوي كل هذا؟ قالت لي تستهبلي، علشان أنت إذا ناظرتي بزينب وهي انتبهت لك وبعد كذا أنت رحتي للحمامات هي راح تلحقك على طول. قلت لها طيب أدري، ليش تبغينا نتجمع إحنا الثلاثة في الحمام؟ يا بنتي أنت ما شفتي نظراتها لي اليوم؟ أنت ما شفتي قد إيش البنت كان واضح إنها مرة حاقدة علي؟ تبغيها تفك الصنبور اللي بالحمام وتصقع راسي فيه؟ قالت لي ما عليكي، مرة ما عليكي، أنا ما قلت لك هذه الخطة إلا وأنا فكرت قبلها مليون مرة. قمت قلت لها تمام راح أسوي خطتك ولو إني مو مقتنعة فيها، بس علشان أشوف رح توصلي لفين. وفعلا جت الحصة قبل الأخيرة، وأثناء الحصة يارا فورا استأذنت وراحت للحمامات، وبعد كذا أنا لفيت وقمت أناظر بزينب إلين ما زينب انتبهت إني أطالع فيها. بدأت تطالع فيني ونظراتها كانت نظرات حيرة، اللي تتساءل أنت إيش تبين، يعني ليش تناظرين فيني، إيش فيه؟ أنا لما انتبهت إنه هي انتبهت إنه أنا أناظر فيها فورا قمت ورحت استأذنت من الأبلة ولحقت يارا للحمامات. بعد ما رحت للحمامات قلت لها يارا كلها لحظات ورح تيجي زينب وتلحقنا أنا وإنتي للحمامات، قولي لي الحين إيش رح يصير، إيش تكملة الخطة؟ قالت لي أسمعي أنا شاكة بشيء ومن فترة جدا طويلة كمان، واللي هو إنه زينب تحبك، فأنا أول ما تيجي زينب رح أقرب منك ورح أسوي إني أضمك وأبوسك، طبعا بس رح أبوسك بخدك يعني، بس اللي بطريقة شوية مشككة، ورح أشوف ردة فعل زينب. إذا سوت شيء أو إذا جت وحاولت إنها تفرق بيننا أو إذا عصبت فهنا هي و1,000,000% تحبك. أما إذا ما سوت شيء فهذا معناه إنه حركاتها معاكي طوال الأيام اللي فاتت كانت بس علشان تقهرك وتغثك. قلت لها حبيبتي شكك أبدا مو بمحله، زينب تسيب كل بنات الثانوي وتحبني أنا الإنسانة اللي كنت أتهاوش معاها لمدة 3 سنوات؟ قالت لي طيب أنت جربي، خلينا نسوي الخطة اللي أنا قلت لك عليها، إيش حتخسري؟ قلت لها تبغينا نجرب رح نجرب، ما عندي أي مشكلة، بس أبغى أقول لك من الحين إنه الشيء اللي أنت تفكري فيه مستحيل يصير. بعد كذا يارا سحبتني ودخلنا أنا وهي الحمام من الحمامات، وقفلنا الباب إلا شوية، يعني ما قفلناه بالقفل ولا خليناه مقفل نهائيا، خلينا كذا فتحة صغيرة وجلسنا نستنى زينب. بعد ما سمعنا صوت باب الحمامات الرئيسي ينفتح حين إحنا عرفنا إنه زينب جت. قربت مني يارا وحضنتني وبدأت تبوسني بشكل جدا مشكوك فيه، وبوسات كلها أصوات. زينب سمعت أصوات البوسات هذه، وبعد كذا شافت إنه كل أبواب الحمامات مفتوحة إلا الحمام الأخير، راحت للحمام الأخير وبعد كذا بدأت تفتح الباب شوية إلين ما شافت منظري أنا ويارا. وأول ما شافت هذاك المنظر فورا قربت من يارا وبعدتها عني ودفتها بجدار الحمام. بعد ما دفتها بجدار الحمام قربت منها ومسكتها من شعرها وبقوة وقامت تضربها باليد الثانية. أنا لما شفت إنه زينب تضرب يارا رحت فورا لزينب وقمت أنا أضربها. بعد كذا يارا طاحت واستسلمت فورا لضرب زينب، لأنه زينب كانت باية وكانت ما شاء الله يعني طول بعرض بضخامة، بينما يارا كانت إنسانة هزيلة جدا جسمانيا. وزينب تضرب يارا وأنا أضربها، وزينب تضرب يارا وأنا أضربها، وزينب تضرب يارا وأنا أضربها. بعد كذا شفت إنه كل الضرب اللي أنا أضربه لزينب ما يأثر عليها أبدا. حاولت إني أبعدها عن يارا الآدمية، مو راضي إنها تبعد، لاصقة بيارا لصق،
بعد كذا قمت اناظر بكل الحمام الين ما شفت علبة صابون. رحت فورا لعلبة الصابون هذه واخذتها، وبعد كذا قربت لزينب وقمت اضربها براسها واضربها 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 الين ما اخيرا زينب سابت يارا، وبعد كذا ناظرت فيني وقامت ودفتني لجدار الحمام وقامت تكلمني وهي معصبة، وانا مو منتبهت لها ابدا ولا منتبهة لكلامها. كل انتباهي كان ليارا، لانه يارا من قوة ما زينب كانت تضربها اقسم بالله العظيم كل وجهها قام يصب دم. دفيت زينب فورا، وبعد كذا طلعت من الحمامات وقمت اهرول واركض بشكل هستيري ومو طبيعي في الممرات على امل اني الاقي اي معلمة او ادارية واقول لها عن الشيء اللي صاير بالحمامات. وفعلا لقيت واحدة من الاداريات بالممر، وفورا وقفتها وقلت لها يا استاذة الحقي تكفين. قالت لي ايش في، ايش الهرجة يا بنتي، ايش صاير؟ قلت لها في واحدة بالحمامات تنزف وتنزف بقوة كمان ومو باي مكان، لا بوجهها، تكفين يا استاذة الحقي عليها. بعد كذا مسكت يد الادارية فورا ووديتها الحمامات اولى ثانوي، وهناك هي شافت يارا بهذاك الوضع الغير طبيعي وفورا شالتها وودتها لمكتبها. بعد ما ودتها لمكتبها حاولت انها توقف النزيف، وفعلا وقفته الى حد ما لكن مو كليا. وبعد كذا اتصلت على ابو يارا على اساس انه يجي وياخذها، لانه يارا كانت تعبانة وجدا كمان. بعد ما اطمنا انا والادارية على يارا وانه خلاص ابوها استلمها، لفت علي الادارية وقالت لي مين اللي سوى كذا بيارا؟ قلت لها وبدون اي تردد زينب. بعد كذا راحت الادارية ونادت زينب، ولما جت زينب اخذتني الادارية انا وزينب للمديرة وقالت لها على كل المشهد اللي شافته قبل شوية. المديرة لما سمعت هذا الكلام من الادارية لفت على زينب وقامت تهاوشها هواش مو طبيعي، وهي تهاوشها قالت لها ايش السبب اللي خلاكي تضربي البنت بهذا الشكل المجنون؟ ايش السبب اللي خلاكي تضربي البنت بهذا الشكل المتوحش؟ يا بنتي انت صاحية؟ وزينب ما نطقت بولا حرف، اللهم انها تسمع كلام المديرة من هنا وتطلعه من هنا. بعد كذا المديرة لما شافت زينب غير متجاوبة معاها نهائيا لفت عليها وقالت انت فاهمة الهرجة؟ عارفة ايش اللي صار؟ ايش السبب اللي خلى هذه، واشرت على زينب، تضرب صاحبتك بهذه الطريقة المتوحشة واللي وصفتها قبل شوية الإدارية؟ وأنا حتى ما رديت عليها لأنه بالي كله كان مشغول بيارا، لأنه في حال ما كنتوا تعرفوا يارا هذه بالنسبة لي أحبها أكثر من أهلي شخصيا. المهم المديرة لما شافت إنه ما في أي أمل لا إنه زينب تتجاوب معاها أو إني أنا أتجاوب معاها، اكتفت بإنها تكتب زينب تعهد، وبعد كذا طردتنا أنا وهي من مكتبها. وإحنا طالعين من المكتب أنا ما كنت طايقة أبدا إني أشوف زينب، وهذا السبب اللي خلاني أهرول على أمل إني أرجع للفصل بسرعة. لكن زينب فاجأتني بإنها قامت تركض إلين ما جت قدامي، وبعد كذا قالت لي اسمعي قبل ما ترجع للفصل خليني أبرر، في شيء أبغى أقوله لك ومن زمان كمان، وأنا أحاول كنت من أول إني ألمح لك، لكن الواضح إنه أنت أبدا مو فاهمة أي تلميح من تلميحاتي. أنا يا مروة أحبك، ومو بس أحبك، أنا أحبك بطريقة جنونية وأغار عليك من نسمة الهوى. ولما دخلت للحمامات وشفتك أنت ويارا بهذاك الوضع ما قدرت إني أتمالك نفسي، ما قدرت أمسك نفسي نهائيا، قمت أضربها بهذاك الشكل اللي أنت شفتيني أضربها فيه، لكن ما كنت بوعي وما كنت أبدا مستوعب الشيء اللي أنا جالسة أسويه. أنا ناظرت فيها وأنا مصدومة وقلت لها نعم؟ من بين كل بنات المدرسة ما اخترتي إلا أنا تحبيني؟ الآدمية اللي كرهتيها بعيشتها لمدة 3 سنوات بالمتوسط، وبعدين ترى أنا ما أحبك ومستحيل أحبك، وأنا أساسا مستحيل أصير صديقتك، خاصة بعد الموقف اللي سويتيه قبل شوية مع يارا علشان أفكر أدخل معاكي بعلاقة. رميت لها هذه الكلمتين واللي كان واضح إنه جدا تأثيرهم قوي عليها لدرجة إنه البنت انصدمت وبشدة وما قدرت إنها ترد علي بأي كلمة. وبعد كذا رجعت للفصل، وأنا بالفصل ما كنت قادرة أبدا إني أركز بباقي الحصص، أولا لأنه بالي كله كان مع يارا ولأني كنت خايفة وجدا عليها، أولا لأنه بالي كان كله مع يارا ولأني كنت خايفة وجدا عليها، ثانيا واللي هو الأهم لأني كنت لسه مصدومة وماني قادرة أبدا أستوعب الاعتراف اللي اعترفته لي زينب قبل شوية. بدأت الحصص تمر حصة ورا حصة، حصة ورا حصة، إلين ما جت الصرفة. وأول ما جت الصرفة وأنا رجعت للبيت فورا فتحت جوالي واطمنت على يارا، قلت لها يارا إيش صار؟ بشريني، في أحد من أهلك هاوشك؟ في أحد من أهلك استفسر عن الضرب اللي هم شافوه بوجهك؟ قالت لي ما عليكي،
قدرت بطريقة ما اني اصرف الموضوع. لكن اسمعي، ابويا وداني قبل شوية للمستشفى واكتشفنا انه في بعض الكسور بوجهي، ونتيجة لهذا الشيء راح اضطر اني اغيب اقل شيء اسبوع عن المدرسة. قلت لها اسمعي، اذا ما راح تداومي انا ما راح اداوم. قالت لي يا بنتي انا عندي عذر طبي، اقدر اغيب ان شاء الله شهر بدون ما حد يقول لي شيء، اما انت حتغيبي بناء على ايش؟ قلت لها راح اغيب وبس، الين ما انت تداومي ووقتها راح اداوم معاكي، اما اني اداوم ولوحدي ومعايا زينب وبنفس الفصل مستحيل. وفعلا انتظرت لمدة اسبوع لين ما تحسنت صحة يارا ورجعت تداوم، وهنا انا رجعت داومت معاها. بعد غياب اسبوع لما داومت شفت اول وحدة بوجهي بعد ما دخلت للمدرسة هي زينب. زينب اول ما شافتني الابتسامة شقت وجهها وجت عندي فورا وقالت لي وحشتيني وانا اسفة وانا. قلت لها يا حبيبتي اسفك هذا وفريه، بعدين انا ايش دخلني تعتذري لي؟ روحي اعتذري ليارا اللي ما خليتي عظمة بوجهها الا وكسرتيه لها. الزبدة بعدي عن طريقي لانها قافلة معايا على الاخر وخاصة منك. قلت لها كذا ورحت للفصل، قامت هي برضو لحقتني للفصل وكملت سوالف معايا ولا كأنها سوت شيء. انا تحملت الموقف هذا وحاولت قد ما اقدر اني اتجاهلها، لانه خلاص يعني مو حلوة بحقي اني اغيب لمدة اسبوع وبعد كذا اول ما اداوم ابدأها بهوشة. فسكت الين ما بدأت الحصة الاولى وجت الاستاذة، وهنا اساسا زينب اخيرا صار بوجهها دم ورجعت لمكانها وسكتت. المهم انا ما عجبني الوضع صراحة، اللي هو انه زينب تسولف معايا ولا كأنه في اي شيء صار، حتى بعد ما ضربت البيست فريند حقتي وكانت شوية وخلاص يعني حتقسم وجهها لنصين. ففكرت بخطة، والخطة كانت شوية قوية لكن خلاص كنت ادور الفكة منها باي طريقة. المهم اتفقت مع واحدة من زميلاتي بالفصل على خطة، واللي هي انه ايش، انا اروح واشتكي للوكيلة بحكم انه الوكيلة كانت قريبة امي، لانه الوكيلة تصير بنت خالة امي. عاد المعادلة الصعبة هذه انت حلوها الين ما تعرفوا ايش صلة القرابة بين الوكيلة وامي. المهم اروح عندها واقول لها انه زينب تتحرش فيني، وبعد كذا زميلتي بالفصل هذه تشهد انه هذا الموقف صار. وفعلا رحت للوكيلة وقلت لها انه زينب تتعرض لي وتتحرش فيني، وانا كل اللي ابغاه منك بس هو انك تنقليها الفصل ثاني غير الفصل اللي انا فيه. وزميلتي شهدت معايا. الوكيلة لما سمعت بهذا الموضوع انجلطت، قالت لي خلاص انت روحي لفصلك وانا حتصرف. بعد ما رجعت للفصل اتصلت الوكيلة فورا على ام زينب وقالت لها الهرجة من والى. بعد ما جت ام زينب استدعوها المكتب المديرة، وبعد كذا استدعوا بنتها واللي هي زينب كمان المكتب المديرة. بعد كذا الوكيلة قالت كل شيء انا قلته للمديرة، والمديرة لما سمعت بهذه الهرجة قالت ما راح يكفي ابدا اننا ننقل زينب لفصل بعيد عن فصل مروة. الكلام والاتهامات اللي بحق زينب هذه خطيرة جدا، فاقل شيء ممكن احنا نقدر اننا نسوي لها على اللي هي تسويه بمروة هو اننا نطردها من المدرسة. وفعلا زينب انطردت من المدرسة. ولما الوكيلة جت وبشرتني بهذه البشارة ما يحتاج اقول لكم كمية الفرحة اللي حسيت فيها بقلبي. لكن للأسف يا فرحة ما تمت، والسبب هو انه زينب ما تركتني حتى بعد ما انفصلت من المدرسة، وحتى بعد ما راحت لمدرسة ثانية مو راضية انها تتركني. قدرت بطريقة ما، لانه انا وهي بيننا صديقات جدا مشتركات بحكم انه انا وهي كنا بنفس الفصل وكنا نتعامل مع نفس البنات، انها تاخذ صوري. وبعد كذا جت لحسابي في الانستغرام وقامت تهددني اني اذا ما بادلتها نفس المشاعر او اذا ما قابلتها اقل شيء رح تنشر صوري وتفضحني. وطبعا هذه تعتبر مصيبة، ومصيبة جدا كبيرة كمان، لانه انا اهلي جدا متشددين، ولو سمعوا بهذا الموضوع اقسم بالله العظيم لأروح فيها. ولما اقول لكم اني رح اروح فيها قصدي اني راح اروح فيها. والبنت لها شهر حرفيا تهددني بدون ما تتعب ابدا، والمحادثات قدامكم زي ما انتم شايفين. المهم انا ابغاكم تعطوني حلول، وحلول عاجلة وفورية كمان، غير اني اتصل على الشرطة وابلغ عليها، لانه لو بلغت عليها الشرطة راح تقول لاهلي، وزي ما قلت لكم اهلي جدا متشددين خاصة بهذه المواضيع. ولا تقولوا لي كمان روحي قابليها، لاني اخاف لو قابلتها تنتقم مني على الشيء اللي انا سويته فيها وتسوي لي شيء بحياتي ما تخيلته. واي مستجدات تصير بخصوص قصتي باذن الله اني راح اقولها لتالا وتالا تنقلها لكم اول باول، لكن تكفون. حاليا انجدوني وقولوا لي ايش اسوي بالكومنتات، وانا راح اقرا كومنتاتكم كومنت وحرف حرف. وبس والله يا حلوين الى هنا ونكون وصلنا لنهاية قصتنا لليوم. الله يا رب يكون بعون مروة ويكون بعون المجتمع كله من البويات ومشاكلهم اللي ما تخلص. وفي حال كان في اي احد منكم عنده حل او نصيحة يقدر انه يفيد مروة فيها لا ينسى انه يكتبها في الكومنتات، ضروري تكفون. خلونا نكون سبب بحل مشكلتها زي ما حلينا الحمد لله مشكلة بيان، وخلينا نهاية قصتها تكون سعيدة. واللي عنده منكم اي
اي موقف او قصة يشوف انها مناسبة وتستاهل انها تنقال وحابب انه يشاركنا فيها، كل اللي عليك تسويه هو انك ترسلها لي على حسابي في الانستغرام. رابط حسابي في الانستغرام راح تشوفوه تحت بالديسكريبشن. ومن هنا الى ما ينزل المقطع القادم باذن الله او القصة القادمة، اشوفكم على خير.